السادة الأمم المتحدة تعلمون أنها تكونت في الأساس من 3 دول أو 4 اتحدوا ضد المانيا. هذه هي الأمم المتحدة وليس منظمة الأمم المتحدة. منظمة الأمم المتحدة التي هي نحن الآن شيء آخر. أما الأمم المتحدة هي الأمم التي اتحدت ضد ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. هذه الدول شكلت مجلس سمته مجلس أمن، أعطت لنفسها مقاعد دائمة وأعطت لنفسها الفيتو. نحن لم نكن حاضرين. وفصلت الأمم المتحدة عليها وطلبت منا نحن أن نلبس هذا الثوب الذي فصلته هذه الأمم الثلاثة أو الأربعة التي اتحدت ضد ألمانيا. هذه هي الحقيقة وهذا هو أساس هذه المنظمة الدولية. اللي موجود الآن يعني نسبة 1 إلى 8، كان حاضر 1 وغياب 8، وهم الذين صنعوا الميثاق. وتعلمون من قراءة الميثاق وهو معي، ميثاق الأمم المتحدة، الميثاق ديباجته شيء ومواده شيء آخر. كيف حصل هذا؟ الذين حضروا سان فرانسيسكو في عام 45 اشتركوا في صناعة الديباجة وتركوا المواد الأخرى بما فيه اللوائح الداخلية لما يسمى بمجلس الأمن، تركوها للخبراء والفنيين وساسة الدول المهتمة بهذا الموضوع، وهي الدول التي صنعت مجلس الأمن والدول التي اتحدت ضد ألمانيا. الديباجة مغرية جدا ولا اعتراض عليها، ولكن كل ما جاء بعد ذلك متناقض تماما مع الديباجة. هذا هو الذي نحن الآن أمامه ونحتج عليه ونرفضه ولا يمكن نستمر به. هذا انتهى وقته في الحرب العالمية الثانية. الديباجة تقول أن الأمم متساوية كبيرها وصغيرها. هل المقاعد الدائمة هل نحن متساويين فيها؟ أبدا غير متساويين. والديباجة تقول أن الأمم المتحدة متساوية كبيرها وصغيرها في الحقوق. طيب حق الفيتو هل نحن فيه السواسية؟ الديباجة تقول متساويين في الحقوق الأمم الكبيرة والصغيرة. هذا الديباجة وهذا التي وافقنا عليه. إذا الفيتو ضد الميثاق، مقاعد الدائمة ضد الميثاق. نحن هذه لا نعترف بها ولا نقبل. الميثاق يقول التزمنا في الديباجة ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة. هذه الديباجة التي نحن فرحنا بها ووقعنا عليها وانضممنا للأمم المتحدة بناء عليها. تقول إن القوة المسلحة لا تستخدم إلا في المصلحة المشتركة لكل الأمم. لكن وقعت بعد ذلك 65 حرب بعد قيام الأمم المتحدة وبعد قيام مجلس الأمن بكيفيته الحالية وبعد هذا التعهد. 65 حرب ضحيتها ملايين، أكثر من الحرب العالمية. هل هذه الحروب وقعت والعدوان الذي وقع والقوة التي استخدمت في 65 حرب هل هي للمصلحة المشتركة؟ أبدا، مصلحة دولة معينة أو دولتين أو 3 دول. هذا تناقض صارخ مع ديباجة الميثاق الذي نحن رضينا به وانضممنا لهذه المنظمة. وإذا كان الأمر لا يمشي حسب الديباجة التي نحن وافقنا عليها، حتى وجودنا في المنظمة لا يمشي اعتبارا من الآن. نحن لا نجامل ولا نقول كلام دبلوماسي ولا خايفين ولا طامعين ولا نقدر نجامل في مصير العالم. نحن الآن نتحدث عن مصير العالم، عن مصير الكرة الأرضية، عن مصير الجنس البشري. ما فيش مجاملة ولا نفاق ولا دبلوماسية في هذه القضية المصيرية للبشرية. لأن التهاون والنفاق والخوف أدى إلى وقوع 65 حرب
بعد قيام الأمم المتحدة. لكن وقعت 65 حرب عدوانية دون أن تقوم الأمم المتحدة بردعها، وقامت بها يعني 8 حروب طاحنة كبرى ضحاياها بالملايين، قامت بها الدول صاحبة المقعد الدائم في مجلس الأمن وصاحبة الفيتو. الدول التي نحن نطمئن إليها ونعتقد أن هي بتحمي الأمن وتحمي استقلال الشعوب هي التي هددت استقلال الشعوب واستخدمت القوة الغاشمة. كنا نعتقد أنها بتردع العدوان وتحمي الشعوب وتبث الطمأنينة في العالم. نجد هذه الأمم تستخدم القوة الغاشمة وهي تتمتع بمقعد دائم في مجلس الأمن وتتمتع بما أعطته لنفسها من حق فيتو. وليس في هذا الميثاق ما يصوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، يعني نظام الحكم هذا شؤون داخلي لدولة ما. معنا ما يسمى بمشروع تطوير منظومة العمل العربي المشترك. أرجو ألا يساء هذا الفهم، وأن ليس مشروعا عاطفيا مقدما من ملك أو من أمير أو من رئيس أو عاطفة، ولكنها من خلال متابعتنا للأحداث والتطورات الإقليمية والدولية لا بد أن يفعل العمل العربي المشترك. نحن نقول الجامعة العربية أدت واجب عظيم وممتاز ورائع في وقته. لا بد أن نطور منظومة العمل العربي، لا نهتم بالشكليات والاسم. كيف نطور منظومة العمل العربي المشترك؟ سموها ما شئتم. وإذا كان هذا الحديث حول تطوير منظومة العمل العربي يحدث سوء فهم داخل المجموعة العربية، فأنا أقترح لا يناقش ولا يجمد. خلونا نحافظ على ما تبقى من التضامن العربي في إطار ما يسمى بالجامعة العربية، ولا لا بأس نناقشه ونناقش حيثياته ونناقش خلفياته. هذه تطوير العمل العربي المشترك. خلونا ناخذ ميثاق جامعة الدول العربية، خلونا ناخذ الميثاق ونجعلها منظومة متكاملة، مش ناخذ فيها في العمل العربي المشترك من هذا الميثاق ما نريد. ناخذها كوثيقة وطنية أو كوثيقة قومية ونفعلها بكل نصوصها، منها اتفاقية العمل العربي المشترك، المجلس الاقتصادي الأعلى، إنشاء حكومة فض المنازعات، إنشاء، يعني هذه موجودة أيضا في ميثاق جامعة الدول العربية. إذا مزعج لبعض الإخوان كلمة اتحاد الدول العربية شيلوا، فعلوا ميثاق الجامعة العربية ونجمد. ما دام هي هذه تدينا إلى سوء فهم وتسطع في العلاقات الأخوية والثنائية، جمدوها. الشيء الأخير هو دعم السلطة الفلسطينية. أولا دعم الحوار الفلسطيني. الشيء الثاني الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية كسلطة شرعية، وأن نعزز من موقفها ونعزز من الوقوف إلى جانبها بما يسندها ويعزز من مواقفها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مش مع نتنياهو. نتنياهو موظف مرسل، وأنتم تعرفوا أصله وفصله ومن أين أتى. هو مندوب في الدولة اليهودية، لا يريد أمن ولا يريد استقرار ولا رضي يوقف الاستيطان. خطاب الرئيس أوباما خطابه الانتخابي واضح،
وخطابه لما جاء إلى مصر واضح، ولكن لا يعني دخل الكلام من هذا الإذن وخرج من الإذن الثاني. إذن هذا متنفذ، وهناك قوة يمينية وقوة صهيونية تدعم نتنياهو، وانتم نغرد بالبيانات والشجب والإرهاب والمش عارف ايه والحكومة، ولا هم سامعينا ولا هم عارفين من احنا. الحل هو الحل في فوهات البندقية، تصعيد المقاومة، تصعيد المقاومة بكل ما أتيتم من قوة، ولا يسترجع حق إلا بالقوة، ما انتزع بالقوة ما يعاد إلا بالقوة. أما التفاوض فهي إهانة. شكرا لأخي رئيس المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرت القمة العربية الإفريقية حول المشروع الجديد وهو الاتحاد العربي، وإن أهم ما يجب أن يتحقق في هذه القمة هو إنشاء الاتحاد العربي. الاتحاد العربي هو فيها القوة والمنعة لتطوير العمل العربي المشترك. لا نستطيع أن نقول أن أعمال الجامعة العربية كان غير ناجحا، ولكن في ذلك الوقت منذ نشأتها في الأربعينات أدت واجبها، ولكن في متغيرات دولية وإقليمية، ولا بد أن نطور العمل العربي المشترك لمواجهة كل التحديات التي تواجه أمتنا. ولو إنشأ هذا الاتحاد لفيها القوة والمنعة لمواجهة الصلف الصهيوني وهو العدو التاريخي. إن الصهاينة هم الأعداء التاريخيين للأمة العربية، هم الأعداء للأمة العربية. مهما قدمنا من تنازلات ومن مشاريع لن يقبلوا لن يقبلوا لن يقبلوا. مستمرين في الاستيطان وبناء الجدار العادل وعدم القبول بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال في فلسطين والجولان وجنوب لبنان، رافضة كل قرارات الشرعية ومتحدية. إذن لماذا ما ينشأ اتحاد عربي وفيها القوة للعمل العربي المشترك؟ ولدينا قواسم مشتركة، اللغة والأرض والثروة، لنواجه هذا الصلف الصهيوني. بدون إنشاء اتحاد عربي لا يمكن أن نحقق أي نجاحات مع الكيان الصهيوني على الإطلاق. لن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر مننا ثقافة وحضارة، ذات لغة وأعراق متعددة، لكن نحن أمة عربية واحدة، لغتنا واحدة وجغرافيا واحدة. ما هو المانع؟ نقول في هذا المشروع الاتحادي الذي ينشأ من رؤساء وأمراء وملوك، وهو يشكل السلطة العليا للاتحاد، ورؤساء مجالس الوزراء هم السلطة التنفيذية، والمجالس الوزارية والسلطة التشريعية من مجالس النواب والشورى، وإنشاء محكمة العدل العربي لفض المنازعات، وكذا إنشاء مجلس دفاع وأمن ليدافع عن هذه الأمة، وأن يقر هذا الاتحاد موازنة اتحادية بحسب الدخل القومي، وإذا ترفض الدخل القومي فعلينا أن نعمل موازنة متساوية دون الدخل القومي، لأننا لا نريد أن نسطو على ثروة أحد، نريد قوة عربية متماسكة لمواجهة هذا الطرف ولمواجهة هذا التحدي. الإخوة الأعزاء، قوتنا وحدتنا في قوتنا لمواجهة كل التحديات. هو الاتحاد الأوروبي حقق نجاحات اقتصادية وسياسية، وكذلك الاتحاد الأفريقي. لا أطيل الكلام، أتمنى لأعمال هذه القمة التوفيق والنجاح والسداد بقيادة أخي العزيز العقيد الثائر المناضل
معمر القذافي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لأخ علي عبد الله صالح. ورغم المشاكل موجودة هناك فأنت موجود معنا، وأنت صامت في وجه العواصف، وتستحق وسام الصمود والشجاعة. والمهم ان اقتراحك تحصلت عليه الموافقة من الآن لما قدمته، صفقنا مرتين عليه، إذن اقتراحك تمت الموافقة عليه وسنناقش تفاصيله.